السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بالحلقة الثانية من سيربح المليون مع الشباب. اليوم الضيوف أبو عمر ودربحة، حياكم الله. يا حبيبي الله يطول. السلسلة هذه فيها مليون ريال، بس فكرتها بكل بساطة أنت وصلت، خلينا نفترض 250,000، أوكي؟ كل مشترك بريال، يعني وصلتم من الحلقة هذه 250,000 مشترك، أبشر بال 250,000. رهيب. يا عادي جاوب انا دائما صح؟ لا، لازم الاثنين يتفقون. نتفق على اجابه. تتفقون على الإجابة، أيوه. اي بسيط. الأسئلة إن شاء الله بسيطة تناسبكم كلكم، يعني أتوقع في مجالكم، فإن شاء الله الأمور طيبة. انا اشكرك يا استاذ بندر على الاستضافه في برنامج من سيربح المليون. من سيربح. من سيربح؟ أيه بالجيزاني، من سيربح المليون. من سيربح المليون. أي. وصراحه انا احييك في استضافتي، وانا اعتذر منك. استضافتي. انا اعتذر منك. أيوه. انه تاخرت عن الحضور 10 دقائق. لا عادي، لانه عادي انت حبيبي. صراحه يعني ما تتاخر مع الشباب، فانا تاخرت 10 دقائق، فانا اعتذر امام الجمهور. لا بالعكس أنت ما شاء الله عليك إنسان ملتزم، الله يطول في عمرك. ويعني إذا ما انتظرناك ننتظر مين يعني؟ صادق والله. تنتظر برضه ابو عمر. أبو عمر جاء قبلك. صادق والله. طيب جاهزين؟ اكيد. يلا، طبعا ما وضحت لكم في 4 وسائل مساعدة، في حذف إجابتين، وفيه تستخدم AI الذكاء الاصطناعي يجي. بس الجي بي تي يعني ولا؟ لا، هذا برنامج AI احنا مسوينه يعطيك 70% الإجابة صحيحة و30% غلط، فاحنا نستخدم AI وانتم عندكم تستخدموا او لا. حلو، كانه يعني تصويت الجمهور وكذا. يا سلام. بس انه AI لانه ما في جمهور الصراحة. في الاتصال بصديق، وفي عندنا خاصية جديدة، خاصية عسل ابو نايف، بما انه راعي الحلقة هذه فما راح نقول لكم ايش الخاصية الا اذا استخدمتوها. اوكي، كل شيء واضح؟ كل شيء واضح. يلا نبدأ. السؤال الأول، متى تم تأسيس سيرفر ريسبكت؟ اسمع ما تجيبها. ازهني. اكيد بزهلك يعني، اكيد بزهل مين يعني؟ اي ما عليك. اكيد بزهلك يعني. الخيار الأول 2020 2021 2019 أو 2022. ايش سؤال بسيط والمفروض انه عندك يعني ما صحيح. انت تسويه صح؟ المؤسس. ها؟ انت مسوي؟ ايوه، هو جتني الفكره في عام 2019. وانت 2020. سويته؟ في 2020 يا سلام عليك. احتياطي، ممكن هو ما يدري نحط 21. شلون احتياطا؟ يمكن هو ما يدري. جتك الفكره من 13 وسويتها 21 20 نقول 20. 20 ايوه اكيد. ان شاء الله باذن الله. يعني خلاص نتمم عليها. يعني نثبت الإجابة على 2020. ايه انت لا تضغط غلط عندي. أنا ما ضغط. خلاص يعني. ايه تثبيت اكيد. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله انه اللون الاخضر يعني صح. لا دحين نثبت الإجابة وتشوف. يلا تثبيت الإجابة، خلونا نشوف هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة. هو اشوى. إذا صحيحة تفوزون ب100 ريال. ألف مبروك ال100 ريال، يا سلام عليكم. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني، راح يخليكم توصلون ل200 ريال إذا كانت إجابة صحيحة، وإذا غلط تروح. أي من هذه المعادن يعتبر الأكثر توصيلا للكهرباء؟ الذهب، الفضة، النحاس، أم فواز. والله شفت تبغى الصدق؟ دقيقه بشوف انت ايش جاوب اصلا. لا اكيد مو فواز، بس وش لا, بتجاوب؟ لا انا عندي جواب ايوه صراحه، بس انه ابغى اتاكد منه، ف حذف اجابتين. ايش؟ لا ما يحتاج والله. والله صعب. ما يحتاج ضبط، ما يحتاج. يا اخي فضه يوصل، نحاس يوصل، ذهب يوصل، فواز يوصل، كلهم يوصلون. حتى فواز يوصل. حتى فواز يوصل. والله سهل. يا شيخ ايوه سهل. لا نبغى نلعب على السيفتي. يقول لك اكثر. انا اشوف انه حذف اجابتين. لا الحين لازم نتفق صح؟ ما لازم ينفع. تتفقون. حبيبي 1000 اجابه، صدقني انها صح. شوف فواز. لا يا ابن الحلال، نحاس صح ان شاء الله. على كيفك، والذهب ما يوصل. يوصل بس مو فواز ما يوصل الذهب. فواز ما يوصل، كل شيء هنا يوصل. والله حتى في شحنه حتى للانسان، تقدر تحكك راسك وتحط ورق والله صح. إيه؟ والله صح. بس فواز ما في هنا شيء. عشان زراعة. خل نروح نحاس. حد اضمن يا اخي تكفى. يا اخي ليش يا نضيع؟ أخي نبغى نضمن، ما نطلع يطلع مقطع شورت، خلينا نضمن. والله العظيم أنا خلنا أتفق. نضمن. والله العظيم حذف اجابه. اكيد بيتفق. نحذف لكم، طبعا الكمبيوتر هو اللي يحذف مو أنا، حلو. الذهب والنحاس. النحاس انحذف. هي شوف قايل لك انا من اول، الفضه واضحه وصريحه، فضه. او تطلع صادق والله. اي قلت لك لا تصعدها، سهلها. عشان كذا يا ابو عمر انا وافقت على دربحة، ما لها داعي تخسر من البداية، وانت ابو عمر يعني لك اسمك في المسابقة. والله حسب النحاس. لا يا اخي واضحه وضوح الشمس، حذف اجابتين بعدها فضه. كذا هي. يعني هي كذا. نثبت. ايه اكيد. إذا كانت الإجابة صحيحة تنتقل لا مو فوق. مستحيل فواز.
إجابة خاطئة لا أنت صحيح. 200 ريال ها؟ صرتم 200 ريال. السؤال الثالث، بفيديو للي جربت البان كيك أو البان كيك الياباني، إيش كانت نكهة البان عندي. كيك الخاصة بمحمد أودي؟ عندي هل هي عشان عسل يا- وبرتقال أم كريمة وآيس كريم أم مربى أم محشوش؟ اما ما اعرف مو حسب ماتش انا. يا جماعة أما ما توقعت كذا، أنتم ضعيفين. ما ادري ليش احس. انت عايش في بطن محمد ودن لا بس شفنا الفيديو يعني. بس ما عشت في بطنه. طيب. يا اخي نبغى نستخدم خاصية. خلاص خاصيات انت. لا نبغى نعرف خاصية. ماني عايش في بطنه. منطقي يا اخي منطقي. يا أخي شوف، هو فعلا يا دربح أنا هنيك على أفكارك، يعني هو هنا أكلة عسل. ايوه عسل، فيها عسل وفيها عسل. هنا نبغى نشوف ايش الخواص. انت بالضبط. قايل في أول أنا ما قلت خاصية. لكم هذه الخاصية. عندنا باقي 3 غير عسل ابو نايف صح؟ لا باقي لنا عندكم ثنتين. الاي اي. الاي اي والاتصال بصديق، وفي صح وتبديل سؤال، اذا مره تورطتم تبديل سؤال. حلو. لا ما تورط. كان في كان 3 في عسل خير واجد. روح يلا. نشوف برضه ايش الخواص. عسل بنايف هذه الخاصيه يا اخوان، عندهم اول شيء عسلين جديده لرمضان ورايق، عسل القرفه وعسل الزهور. فالان راح اجيب لكم خليه نحل تجربون اول شيء فيها. تقرصني. يا ابن العيال جرب العسل. خلية نحل. خليه نحل بس ما هو اللي اكل. خلية عسل. خليه نحل تحط فيها العسل هذا وتجربه. وفي الخاصيه هذه بعد ما تاكلها انا راح اقول لك ايش فيها يعني. هذه خليه النحل. ايش سموها؟ اي خلية نحل. جربوا انتم على بال ما انا اشرح يعني للمتابعين العرض الرهيب اللي هم مسوينه. طبعا العسل هذا اول شيء عندهم العبوات الجديده على طول بدل ما انه يعني ملعقه وتتوسخ وقروشه. الشيء الثاني عندهم عرض 2 عسل قرفه مع 2 عسل الزهور. طيب كانت بكم وكم صارت؟ سعرها قبل 439 ريال، صارت الان 299 ريال. طيب راح تطلبون؟ لا طبعا انتظروا الشباب يجربون كيف الطعم. قسما بالله رهيب. في قرفه والله. في قرفة وفن، ترى فن الفن لرمضان على الجلسة وحالاتها انه ايش تستخدمها بدال السكر، شاهي قهوة بدل ما انه سكر وذا، على طول العسل طبيعي وامورك زي الفل. طيب انت دحين جربتها، الف مبروك فتحت الخصائص حق هذه المساعدة. اول شيء لازم انا غصبا عني راح اعطيك الاجابة الصحيحة. حلو. برضو الشيء الثاني راح ترجع لكم اي وسيلة مساعدة انتم استخدمتوها. رجعت ولا اشوفك تلمسها ثاني. يا النحاس. النحاس هذه شفتها. معليش. ايوه. سقطت السالفه. والشيء الثالث سعرها كانت 299 ريال، لكم كودين خصم لجمهوركم 20%. انت بي اكس 1 وانت بي اكس 2 20%. ولا ما انت مشتري. وفي عندهم باكج ثاني، بالله خلنا اوريكم. بس عندنا هذا البوكس يا اخوان، خلطة السعادة، استخدمها انا. صح حتى إي أنا. والله العظيم تعطي طاقة. عسل الغابة السوداء وعسل السدر الجبلي كانت ب 565 ريال، الآن صارت ب 499 ريال. تستخدم كود خصم الشباب 20% لرمضان. اللي هو بس. كودي وكود وكلهم واحد. سلام بي اكس عليك. واحد ايوه اللي هو كلها. بي اكس. خط السعادة تعرف انت والله انه جامد. والله صح. العظيم يعطي نشاط. اي والله العظيم اني اول ما اصحى من النوم اخذها، طبعا مو في رمضان، قبل رمضان. اقسم بالله يعطيني نشاط. والله انا والله استخدمها العظيم. واستخدم السدر ذا، والله خلاص. السدر الجبلي. السدر الجبلي أنا اخلطه مع ايش اسمه، اسوي ميلك شيك اخلطه، والله جامد. فالحقوا على العروض هذه شباب، كود الخصم وهذا خلينا نحطها بس كذا عشان يعني الرجال يعني عسل بنعف يستاهلون يا اخوان. فاول شيء نرجع لكم المساعدة كلها. الشيء الثاني الاجابة الصحيحة هي عسل وبرتقال. هل انتم كان متاكدين عن عسل وبرتقال ولا لا؟ يعني 70-30. لا انا اشوف انه يعني بالنسبه لوجهه نظري انا 100% عسل وبرتقال. 100% تطلب عسل منايف تسوق امها انت. يلا نشوف الإجابة اللي راح تنقلكم من 200 إلى 300 ريال يا إخوان. هي يا جماعة والله زعلت، أنا أبغى كود خصم بي إكس حقي وأنت 1 و2. علي بابا. والله إنها طلعت دحين، والله ما لي كود. بي اكس 1 معناها ايش؟ بندرد تكست نمبر 1. يا والله جامد. السؤال الرابع يا إخوان، ما هو اللقب الشهير لنادي انتر ميلان؟ عندي الموضوع. البيانكونيري هذا يوفنتوس. البينكونيري، البيانكونيري ابيض واسود يوفنتوس. الروتونيري، الروتونيري غلط، ما ادري ايش هذا اصلا. النربدرير، هذا حقنا ازرق واسود. ماريو ميلان، هذا لعبه بدريتا. هذا لعبه من جد.
اسمع لا تسوي ولا شيء تكفى ارجوك. ما ادري انا قاعد افكر في الاي اي. لا انت لا تفكر. والله اني قاعد اعطيك اجابه ايش رايك تقولها؟ وش النيرة الزوري. زوري نيرة زوري. زوري زبط. ايش هذه؟ النيرة زوري يعني ازرق واسود تحت يمين. رقم 3. ايه رقم 3 خلاص انت متاكد إيه. ولا تبغى ايه هاي؟ والله لا. والله اذا تبغى صدقني ودي على يا عبدي يا اخي شفتها انا النحاس مدري وشو. هذا انتر ميلان مو نحاس، هذا فريقي هذا. طيب قبل ما نختار هذه لانه صراحه الثقه والله معدومه. انا اعتذر اني تاخرت 10 دقائق ارحمنا يا اخي. فيديو وخلاص انا ما عندي مشكله. انتر ميلان نيرة زوري. النيرة زوري. يلا من 300 ريال هذه اذا كانت اجابه صحيحه راح تنقول لكم ترجع ثقة اذا جت صح. ايه اكيد. الف مبروك 500 ريال. الله يبارك فيك. السؤال الخامس باقي لكم ترى 10 اسئله توصلون مليون، يعني شيء خفيف بسيط. 10 اسئله ولا باقي 10 اسئله؟ باقي 10 اسئله. وباقي وسائل المساعده كل ابوها موجوده. يا سلام يعني عليك. نتفرنك. خلنا نبقيها الاخر 4. شو مساعدة 4 طاح. السؤال الخامس متى تم تاسيس فالكون؟ عندي الموضوع. 2017 2016 2018 ام 2015؟ تثق فيني؟ اثق فيك. انا كنت موجود في من المشروع المؤسسين هذا طبعاً. من المؤسسين اللي سووا البدايه حقت فالكونز. دخلنا انا وابو عمر سوا. لا هذه ما كنت معنا. من جد صح، انت دخلت قبله وبعدين رجعت طلعت طردوك بعدين لا رجعت. ما انطلق. سمحت لا تشوه التاريخ وتغير وتلطخ هذا. توقف الفريق يعني وقف يعني 2017 شهر ديسمبر نهايته. اوف انا اتوقع انت في فالكونز ايه اكيد انك درست يعني معلومات اكيد قبل. اكيد اكيد. انا اتوقع والعلم عند الله انه نروح على حذف اجابتين. يا ابني ارحمني. انت اعطيتها بالتاريخ هذا، انت زودتها بزياده. ليه طيب؟ هو سهل علينا، حط لنا عوام انت قلبتها. ما نختار 2017 بس عشان اوريك اني اعرف. يلا يعني هذا دليل. اي أوه. 2017 ديسمبر واعطاك خلاص يعني هذه اتوقع ما عاد فيها إذا. اسمع ترى لو جاء غلط ترى اقدر اشكك في المقدم على طول اطلعها يعني ما تخاف. اجل انتهى يلا. اوف كذا يعني 2017 اتوقع 100% 2017. ثبت الاجابه يا اخوان على 2017 ونشوف هل هي اجابه صحيحه ام لا. اتوقع انا انها غلط الصراحه. اجابه صحيحه. الحمد لله. 1000 ريال وصلتم، يعني لو جاء 1000 مشترك 1000 ريال. اوكي بسيط. السؤال السادس، اي من الاطباق التاليه يعتبر طبقا فيتناميا تقليديا؟ اسمع بشوف حنكتك جاوب قبل لا اجاوب. اما تعرفه انت؟ بعرف طبق فيتنامي لما اشوفه. السوشي، اي تمام. الفو، حلو. كيميتشي، ام التمبورا؟ الصراحه اللي حط هذا السؤال ما يفهم للامانه، يعني حتى وانا ما ادري عرفت. شوف هذا يعرف ولا؟ اي من الاطباق التاليه يعتبر طبقا فيتناميا تقليديا؟ فيتناميا ايوه في دوله الفيتامين. التيمورا. تيمورا طبعا لا. طيب بس دقيقة والله دربح انك ذكي، والله انك ذكي على اللي قلته قبل شويه. فيتناميا. الفو. والله ما يعرف الكمتي، والله ما يعرف، والله يعني تيمورا ما اوه يعرف. بس عرفته واتحداك تقول لا. لا اتحداك حلو. الكاميتشي. لا حذف اجابتين. لا يا ابن الحلال. ليش تقول لي لا؟ لانه لا مو هو. لانه السوشي ياباني ايوه والكيمجي كوري والتمبورا ياباني ايوه. والفو فيتنامي. حذف اجابتين. يا ابن الفو كلامي واضح. تدري ليه؟ انت متاكد 100%. اقول لك شو الطبق كمان؟ وشو؟ شوربه وفي نودلز. خلاص تم. فو بس انه انت ذكي، قلت فيتنامي في تمبورا. فجاه حول تمورا يقول لك، فهمت يعني فيتنامي فو. والله هذا يعني تحسب له. يسمونها رومونتادا. بالله اعطني، ابغى يعني عسل الزهور. ابشر يعني ليش دخلت يعني؟ معانا في الكود بي اكس ودخلت معانا في العيشه. يا اخي بقى لنا شيء. رجال سلمي وش معنا؟ هذا حقي هذا. دخلت معانا في العيشه ها. والله الزهور جامد صراحه، جامد يعني. نثبت الفو. ايه الفو. الفو، وهل هي اجابه صحيحه ام لا؟ والله الى الان الاسئله الصراحه سهله.
وباقي لكم اسئله يعني الف مبروك 2000 باخذك ريال. للمليون باخذك للمليون. والله صح لك. كم بلغت ميزانيه تطوير لعبه جي تي اي؟ هنا استاذن. لا ما عليك عندي. 320 مليون دولار، ما ارتحت له 170 مليون دولار، ما ارتحت له 235 مليون دولار، ام 265 مليون دولار؟ كم بلغت ميزانيه تطوير لعبه جي تي اي في على الخامس الحاسب؟ يعني. طيب هي على البي سي ولا على السوني ولا الاجمالي؟ على اكس بوكس 360. هذه والله ما ادري. ايش تحس؟ والله ما ادري، بس اتوقع انها لعبه، يعني لعبه. اما ايه فاتوقع انها 170 اقل مبلغ. احس 265. انا احس انه ما في جواب خامس. احس أحسها كثير. ليش تبغى جواب خامس؟ يا اخي كثيره والله المبالغ هذه على لعبه، يعني مبرمج يسويها. جي تي اي. المشكله انها لعبتك صح. هذا سؤال لك. اي تدري جي تي اي الجزء الجديد كم كلف؟ فوق المليار. يقول لك مليار الى الان. مليار دولار. طيب اتوقع والعلم عند الله 320 مليون دولار. بس الحين ما تبغى تسوي جبل. الحين ما تبغى تستخدم هذا. من اقل شيء استخدم الى اعلى شيء. ليش ما ناخذ اي اي؟ ولا حذف اجابتين، ليه حذف اجابتين؟ لانه محتارين احنا مو عندنا مثلا شيء شكوك في اي اي. ولا اتصال بصديق. مين حندق على مين يعني؟ انت رفعت في هناك ولا ايش؟ دق على واحد بريسبكت يعني. لا مو بريسبكت، احنا نبغى روك ستار ما نبغى بريسبكت. يلا اي اي. اي اي تبغون الاي اي اكيد. اي اعطونا الكمبيوتر، اعطونا السوبر كمبيوتر الخاص اللي يعني جبناه، اللي كلف يعني مئات الالاف من الدولارات. اما مصعب هو الكمبيوتر. طبعا هذا الاي اي صنع خصيصا لهذه السلسله. ديم يا اخي الزحمه هذه كلها اخر شيء لابتوب. انا توقعت بيطلع شيء، توقعت روبوت بيقول الجواب الصحيح هو. يلا مستعدين افعل الاي اي؟ ثواني بس هذا كود خاص بي اكس 1 هو. بي اكس. الان تفعيل ترى هو يعني نقل بيانات. الكمبيوتر يقول لك 265 مليون دولار، ولكن الاي اي في النهايه زي الانسان، صنع من الانسان، فهو 30% 170 غلط، 70% صحيح. فانتم ما يبغى الاول، ما يبغى واحد ولا اثنين. ايه 265 مليون شكراً. دولار تكلفة ميزانية تطوير لعبة جي تي اي في. وانا اشكرك على استضافتنا للبرنامج الموقر، وبكل صراحة انا اعتذر وتاخرت في 10 دقائق. عادي والله انا اعتذر منك امام الجميع، اعتذر منك. يعني خلاص تبغون تثبتون الاجابتين بناء على الروبوت الاي اي اللي صنعناه بمئات الالوف الدولارات. ايه اكيد. 265 مليون دولار صح؟ ايه خلينا نجرب. لا الاي اي حقكم برضه نفس الشيء. الاي اي لا 320 مليون دولار. نبغى 265. نثبتها ونشوف اذا كانت صحيحه. من 2000 الى 4000 ريال انت تتكلم، يعني شيء خرافي. اجابه صحيحه وثقتم في الاي اي ولم يخيب ظنكم. يخيب ظنكم. في مقطع الرحله البحريه في قناه فالكونز كم شروا الرخيص في البقاله؟ احنا في الرخيص. انا ما في انت. اذا اربحها انا وانت عارفين 500 ريال تكفى تربحها. 610 ريال 496 ريال 700 وحاجه 517. كانت الميزانية مخصصة للرخيص. في الرحله البحريه. اسمع قبل شوي ابغى فرصه صح؟ يلا هذه فرصه. يلا ابشر بي. كانت 500 ريال وتم حرماني من ريالين انرمت في البحر. من جد؟ ايه ريالين. اوكي. ايه الصفاره. فأتوقع بس هذا يتكلم وانتم في البقاله. ايه في البقالة كانت الميزانية مخصصة 500 ريال. طب هل رحتوا فوق ولا تحت؟ هل احنا شرينا بكل الميزانيه ولا ما كان في وقت ولا كان في وقت زياده؟ ما ادري. هنا لازم ندق على عامر. صدق هذا مناسب، يعني الوقت المناسب للاتصال صديقي. ايه في ذمتي، لانه ما هو انا اللي قاعد احاسب. انا اذكر فقط الصفيره اللي رمت في البحر. احسها 517 ما ادري ليش، بس بدق على عامر. 517 احس انا مستحيل. معقوله؟ مستحيل 500. ايه 500 مستحيل 500 حكم، يا 496 يا 517. انا ما ادري. وانت استثنيت 610 ترى رحت معك انا، حتطلع 610 في الاخير. لا مستحيل. انا اقول لك اتوقع والعلم عند الله. اول شيء اشكرك على الاستضافه، واعتذر للجمهور اني تاخرت 10 دقائق. يا اخي يرحم امك خلاص. 496 اعطيها زي الاي اي 70% و30%. بسم الله. تركي خالد تركي فاتن خالد هو فاتن. صح. والله قلبي يقول 496، ولكن نقول
والله عامر مستحيل. سيجيبها والله عبود. مستحيل. هو بيحسب لك ميزانية سنة بالسلام. غير دربحة. انا لو سالتني والله لا اقول لك دق على عامر، هو يعني صاحب المحتوى وكل شيء، فاذا هو ما جابها عاد الشكوى لله. اطلع برا. 4000 ريال طيب، 2000. انا دق على عامر، هذا اختصاص عامر. يعني اذا ما دق على عامر فهذا الاتصال. يا اخي المشكله ندق عليه انك تستخدم وسيله وما تثبر نجاحها. خلينا نستخدم وسيله اتصال لما نعرف ان الواحد حيجاوب 100%. انت ما انت واثق في عامر. لا على طول اعطاه باع وبيع. انا واثق فيه. دق عليه يعني ولو ما جابها بجاوب. اتصل خلاص راح افعلها. بس هي اصبر قبل تفعلها. بدأ المؤقت اذا رد عليه. خليه يرد اول. لا تبدا تدق على طول زي من جاء 4 مليون، هو معروف كذا. اي بس لو ما رد خلاص راحت عليه. لا 90 ثانيه تقدر تدق على اي واحد. ما يرد عيب برضه. ما اتوقع يرد. ما رد عليك. انك مسكين. اعطاني بيزي. عامر خليه يرد عليك جنون والله. ابو عمر خلاص. عامر يدق علي، ما دق عليك. عامر كم صرفنا في معك 60 ثانية أو 90 ثانية أستاذ عامر في مقطع الرحلة البحرية؟ الفريق الرخيص كم صرف ميزانية؟ اعطي خيارات. 500 ريال. لا هذه كانت الميزانية المحددة، بس كم صرفنا؟ اعطي خيارات. اعطوا الخيارات. في 500، في 610، في 496، في 517. كم عيد المبالغ؟ 500 و610 و496 و517. اتوقع انه 600. 610. ايه يعطيك العافية. الو. يعني انت ذا 600 لا 600 لا. هل هي اجابه صحيحه وتنقلكم ل 8000 ريال؟ نعم. لا يا اخي والله والله العظيم والله. يطلق لقب بلاد الشمس المشرقة على أي بلد من البلدان التالية؟ أوف عارفها؟ ان شاء الله. والله جنون. الصين، كوريا الجنوبية، القصيم. عز فين؟ بلد يعني قريبة من الشرق صح؟ لا. بلاد يعني. لا قصدي لا هي دولة صح. يلا أما اليابان. مشكلة ما متأكد 100%، بس هي اليابان. ترى العلم حقهم الأحمر ظل في النص ترى شمس. شفت كيس توغراشي؟ ايوه وفي دائرة طالع منه شعاع إنها شمس. اليابان. والله ما ظنتي. تدري ليه؟ تدري ليه؟ ليه؟ لأن كوريا الجنوبية ايوه والله ما تعرف فيها ولا شيء. لا بس انها قريبة من اليابان. صح والله. هي كوريا، اليابان والصين طب ليش؟ كلها قريبات من بعض. لا، فالجواب يروح ما بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان. حلو ممتاز الله يسلمك. استثنيت القصيم. إيه كنت استثنيت. متوهق فيها انا صراحة. شوف ترى الدائرة اليابان أبيض ودائرة حمراء اي زي الدائرة الهنود. حمراء هنا لا. يعني شمس هنا. لا. كيف تصدقها شمس؟ ودربع من جد يعني لو هي شمس برتقالي صح ولا لا؟ صح. ترى وكان شفت كانت فيها اخف احمرار. وكان شفت فيها كذا تشعع. هي دائرة في كذا تشعع. زي شفت- النقطة الهندية. يا اخي في تشعع بس مو في العلم، لما يسوي لها تصاميم في تشعع. شفت كيس توغراشي؟ ايوه تشعع في تشعع هذا انت رسمته تشعع. لان هي تمثل الشمس. دولة اليابان ما رسموا تشعع، انت اللي رسمته تشعع. ما ظنتي. حذف اجابتين. يا اخي رحمني ما ابي خلصت. ترى والله ثقة انها صفر. ليه؟ والله العظيم. ليه؟ والله. اثبت ثقته وانت اثبت ثقتك. ثقته فين ذا؟ إيه، في النحاس نرجع. واحد واحد. أيوة. شوف انت باقي هاي ثبت زي في الخيار الجمل. هذا مو الاجابه. طيب والله العظيم ان اليابان ما ظنت. اليابان ثبت. اكيد خلاص. هي معروف انها تسرق عليها الشمس على طول. يعني الليل عندهم قصير يمكن 5 دقائق زي كذا. الليل متساوي مع النهار في اليابان. والله ما اعرف. لا صح اتذكر انه الليل اقصر اتوقع. اي واحده من الدول هذه الليل لازم اكثر يكون يعني في- بلاد الشمس المشرقه. اليابان. خلاص، اليابان تعرف. والله ثقتي صفر. اتكلم بصريح العباره. شوف اليابان اجابه صحيحه ام لا تنقل لكم ل 16000 الف مبروك 16000 ريال. والله لا. السؤال العاشر ترى دحين مبالغ تبدا بوم 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 بوم. يلا السؤال العاشر. يلا. ما هو اسم اشهر سباق دراجات ناريه عالميه هذا؟ كذا ندق على صالح. سهل. اعرف حق السيارات انا ما اعرف حق دراجات. لا هذا هو حق دبابه ترى. هذا حق دبابات؟ اي إيه. اي بايكر انا. عادني حتى او ماي جاد. موتو جي بي. هو ذا؟ لا موتو 2. هو ذا؟ لا
داكار موتو. هو ذا؟ غلط. ناسكار. لا، الجواب هو الاي اي. الاي اي قد هو راح. لا ناسكار كار مو بايك، ناس بايك. ليش ما تعرف انت؟ مو دقيقة. بايك. الا بايكر. موتو جي بي هذا اسم زيت. طيب موتو 2 هذا موتر، أحس هذا دكار. الكود حق بي اكس 2. دكار موتو هذا حق سيارات، قد ليه؟ سمعت فيه. داكاريس. ايوه حق سيارات. لا هذه بالكي ما هي كار. احس هذا اصلا ما ادري هو ليش. تفرنك في هذه حط بالكي وكذا، بس ما اتوقع. نيسان اي ار هذه فين نيسان؟ ها ناسكار حق لا، السيارات ناسكار ده معروف. هذا سلاح كار. ابو عمر الله يكون في عونك. ايش رايك نسكب السؤال؟ كار برضو ترجمتها باللغه العربيه كار يعني سياره، ايوه صح؟ ايوه صح. فما هو انا عارف انا عارف هذا له ناسكار. سنه يقول لك كذا. اما اي بس احس نسكب السؤال، مع اني احسها بين دكار موتو وموتو جي بي. انا احسها موتو وموتو جي بي. قوة العدو. خلينا نسكب السؤال ده. دقيقة السؤال. سكيب صعب مره، يا. مع اني بايكرز. الحين باقي لنا بس مسيرة مساعدة واحدة صح؟ ايه باقي لكم 50-50. حرف اجابتين. ايه طيب وش الإجابة؟ موتو جي بي. آه. في مقطع الهدية في قناة بندريتا. ايش كانت خاصية ابو عمر؟ يلا هل هي المراهن، الجلاد، القاضي، طب اشرح لنا الاشياء. الملقوف؟ اشرح لنا اياها. انا ناسي. دقيقه، في مقطع الهديه انا كنت مشارك لا عندك. لا. المراهن، الجلاد، القاضي توقع اللي يحدد بين اثنين او شيء زي كذا. نسيت الملقوف والله. بس يشوف الهدية. مستحيل يا ابو عمر، شوف كيف يدبر. والله مستحيل، والله مستحيل. بالله صورتها قبل كم؟ 610 ما في. بالله صورتها قبل كم؟ والله ناسي مرة من زمان، يمكن 6 شهور. مع ذلك 6 شهور؟ بتذكر إيه؟ الملقوف. انا اتذكر اني قد طلعت وفتحت صندوق وشفت ايش فيه، قاعد تكذب عليهم ولا سوقهم. الملقوف ثبت الاجابه ولا تسمع ولا كلمه من دربها. خلاص اي اكيد. ما تبغى تتملقف عليه اذا شوية. بتملقب بحط حذف اجابتين لانه الملقوف عشان اساعده يمكن في حذف الملقوف الملقوف. ثبت الاجابه. نثبت الإجابة ونشوف. تمام. هل الإجابة صحيحة أم لا؟ إجابة صحيحة. 32,000 ريال. حلو. يعني لو 32,000 مشترك ايش؟ 16. شباب اسمعوا، يمكن ما قلنا ما اشتركوا اشتركوا من جد، اشتركوا. باقي لكم وسيلة مساعدة واحدة يا اخوان. ان شاء الله ان شاء يعني الله. انتم بإذن الله. دحين إن السؤال شاء الله. 11 ترى باقي 11 12 13 ب5 اسئلة توصل مليون. يا رب جالي بس. ما هو اغلى حذاء رياضي تم بيعه على الاطلاق في مزاد علني يا ابو؟ قبل تجي الخيارات يا ابو في واحد في بالي حق باك تو ذا فيوتشر. يا حبيبي، في واحد اشترى جزمة ب 200,000 ريال. بندر. انت والله ما اشتريتها. حبيبي عشان انا انتظر هنا جزمه ابو عمر. شوف جزمته ايش صندل. اوكي خلاص. شفت مسكين. يلا. نايك اير جوردن 1 سايند باي مايكل جوردن. سوليد جولد اوفو اكس اير جوردن. اوفو هذا دريك. كاني ويست. ما في. اتوقع الايرماك. انا والله ودي يحط الترجمه. كم عندنا باقي؟ واحدة. كم باقي عندنا وسيله مساعده باقي لكم واحدة بس. مع الخاصيات مع حذف إجابة عسل بناء يكفي ساعتكم وزيادة. شايف الاي اي مفتوح الحين. لا هو مقفل بس أنا عشان طيب حذف اجابتين. حذف إجابتين. شوف إيه. أنا راح أساعدكم مساعدة واحدة. اي تكفى. مساعدة واحدة. اي تكفى. أحس إنه مرة واضحة لو تركزوا. سلم علي. ايوه كيف عرفت؟ رقم 3. اقرا ثاني كلمة. سولد جولد ايوه. فيفو وفيفو. اكس جوردن والله ما ظنيت. اقرا ثاني كلمة. الجواب الثاني بنفس الجواب. اوه جولد. ايوه. لو ما الذهب غالي. شوف يعني الربط، الذهب في البداية صح. ودحين ذهب. 3. صح. يا عمري السيناريوهات يا من شرب المليون. والله صح. شيء يربح المليون دائما فيها سيناريوهات، دائما فيها حبكة ها صح جولد. وبرضه الكلمة الثالثة او في او. لا يعني هذا لو عرفت وش هو أوفر. انت الاوفر صح. اوفر السعر. أيوه اوفر الذهب. صح صح، صادق ثلاثة. صادق اوفر. والله عطى 3 اوفر. والله.
يلا تثبيت الإجابة. بس ساعدتكم مساعدة خفيفة، هذه ما تعتبر مساعدة، يعني أنتم ما شاء الله أذكياء. بالفضل. خلاص ما عادني راح أساعد جد أبدا. إجابة صحيحة تنتقلون ل 64,000 ريال. السؤال 12، مين أسرع من الناحية النظرية؟ نظريه ولا فرضيه؟ لانه فيها فرق. نظرية حلو. وليس فرضية. أهم شيء بس أصعب على مساحة. أساس عريش تعرفه. الضوء. حلو، بجاوب. سبيد فورس. غلط. مين سبيد فورس هذا؟ موجات الجاذبية أم تكيونات؟ وش طيب. التكوينات؟ اي سؤال علمي لو سمحت، لو سمحت. إيه وش تقول؟ من اسرع من الناحيه النظريه؟ والعلم عند الله والله العالم. نظرية؟ النظرية. ما هو فرضيه، نظريه. تأكد. كيف كذا يعني؟ نظريه. ليش نظرية هي؟ نظريا يعني مو شرط انها محققه، بس نظريا زي مثلا دحين يقول لك السفر عبر الزمن، يعني هو له نظريه بس ما حد سواها، فنظريا طيب ايش سبيد فورس وش تكوينات؟ السبيد فورس ايش يعني؟ ترجمها. قوة السرعية. هو السرعيه. السبيد فورس هذه هو شيء اسمه فورس وسبيد يعني سريع. يا سلام عليك. ايوه، فانا اقول لك شوف، تبغاني اشرح لك الموضوع هذا كامل؟ اشرح لي بس التكوينات. السبيد فورس هي يستخدمها ذا فلاش. ايه حقت انمي وهذه يعني ما هي هو أسرع شيء. اسرع من الضوء. أسرع من الضوء. اوف كيف؟ يا اخي معاك قدامك كذا فاس ما الله. اسرع من الضوء. ما هو اسرع من الضوء. والله مستحيل. مستحيل اسرع من الضوء، مستحيل. إلا اسمع انا بعلم. والتكوينات انت تبغاني اشرحها لك زي مثلا كربونات، يعني فيتامينات بيقول وكذا. كربونات صوديوم بس قال كربونات الزبده انا اقول لك باختصار من النهايه، تبغاها من النهايه. شوف ترى والله وصلنا لمرحله قويه، جاوبنا 12 سؤال او 11 سؤال والحين رقم 12، يعني لكاعه ومدري وش ما نبغاها. حلو ضوء انا يا ابن واثق. الحلال سبيد فورس هذا ذا فلاش، تعرف ذا فلاش يسوي كذا بعدين يروح مكان بعيد. يا اخي انت من جدك نظريه تبغى نظريه طيب مو حقيقيه. مو فرضيه، نظريه. يعني مو حقيقيه. لا ايه يعني هي نظريه كتبت معادله. عندي 50-50 ها ايش رايك؟ مع انه انا عارف انها سبيد فورس. تحذف اجابتين. هاي شوف وين هذا التكونات وموجات الجاذبيه، عرفت؟ ويخلينا معلقين بين الضوء وسبيد فورس ونقعد انا وانت مضاربه. اي اعطوا الفكره، اعطوا الفكره. هذا هو اللي انا قاعد اصيد. انا عندي فراسه ترى من ذا الصوره. فراسه تعطيه صح. طيب حذف اجابتي. حذف اجابتين خلاص. الكمبيوتر يحذف لك. اوف موجات الجاذبيه والتكوينات. سبيد فورس دام ذا فلاش سبيد فورس. يا اخي ذا فلاش يسوي كذا على طول تلاقيه في مكان ثاني اسرع من أنت وش الضوء. سبايدر مان؟ مو بشريه سبايدر مان يا اخي ارحمني. سبايدر مان عيونه يطلق فيها ليزر. لا هذا سوبرمان. سرعه الضوء. هذا سوبرمان. اوه سوبرمان اللي يطير. طيب فلاش اسرع منهم كلهم. سبيد فورس ثبت. دقيقه، والشمس لما تشرق؟ عادي اوري لقطه فلاش. يا عمي الشمس تشوفها كل يوم تشرق، توصل بسرعه الضوء. ما تتحرك الشمس، يا شيخ احنا اللي نتحرك. وكيف تدور؟ ما ندور. اوف حنا ندور والشمس تدور. تدور على الكره الارضيه. احنا ندور حنا ندور بس هي ما تدور. ولا تدور؟ ولا كيف تولد الصيف والشتاء والربيع والخريف؟ احنا ندور على بس. دوران الكره الارضيه. حنا ندور يوميا. أي طيب، أنت مو الشمس. تدور على الشمس وحولك وانت برضه، يعني حنا ندور دورتين على الشمس. وانت تدور برضه. هذه معلومه حلوه. صراحه انا الثقه معدومه، فاول شيء اشكرك على الاستضافه، وانا اعتذر امام الجميع اني تاخرت على التصوير والله 10 دقائق. اي والله، فانا اعتذر للجميع. انت دحين تاخرت 10 دقائق، هل هذه فرضيه ام نظريه؟ نظريه لا فرضيه. يا سلام. فرضيه. يعني نظريا نروح سبيد فورس. ايه سبيد فورس. اجابه خاطئه. ايه صحيحه. بسم الله. والله انك اسمع فاهم. ترى السبيد فورس من قوه ما هو سريع ذا فلاش يرجع في الزمن، طيب يرجع للزمن، ما يتقدم في الزمن. بس يعني من بطيء. من السرعه الزمن حوله ما يقدر يدافع يرجع. لما ترجع هذه تعتبر من السرعه ايوه ولا من البطء؟ من قوه السرعه. سلو موشن. من قوة السرعة الزمن نفسه أنت صرت أسرع منه فترجع. فأتوقع الآن في السؤال 13 يا أخوان أنتم فقدتم جميع وسائل المساعدة، باقي لكم 3 أسئلة. والله 125,000 حلوه. اي والله انها حلوه. 125,000 هذه مو أي شيء. السؤال يقول ما هي أكبر صحراء في العالم؟ عندي تبغى اقول لك اياها قبل تيجي خيارات. يلا. أوف يا الصحراء الكبرى. الصحراء لا الكبرى. أدري. شوف اول وحده لا خروا اول صحراء وحده. جوبي، القطب الجنوبي، مو بصحراء. صحراء كالهاري. لو مو صحراء ما حطه القطب الجنوبي. والقصيم ثلجية. بلاد صح.
صحراء ثلجيه. ومحشوش كانت بانكيك ياباني صح؟ الصحراء الكبرى خلاص يلا معك. اي الصحراء الكبرى. يلا الصحراء الكبرى وثبت. ثبت. ما اسمع. عندكم اي وسائل اذا مساعدة. طلع غلط هو يطلع وانا اكمل. يا اخي 6 سنوات 6 سنوات فوازير 6 سنوات خبره فوازير، هذه الاشياء انا شاربها شرب. منطقيه خلاص. طيب انا راح اثبت على الصحراء الكبرى. ابو عمر يقول الصحراء الكبرى، انت يعني بس ابغى افهم ايش في مخك. لو انا اللي في مخي القطب الجنوبي، اسمع لو ما هي صحراء ما كان جابها في القطب الجنوبي، ما كان جابها هنا، فاكيد انها هي صحراء. وفواز يوصل كهرباء صح؟ يوصل كهرباء جل وشو. طيب السعوديه صحراء يوصل كهرباء. بس دقيقه تعال، القصيم دوله؟ هي دوله يعني بس بلد. دوله من جد؟ بلد، لانه في السؤال ما كان دوله كان بلد. بلد. طب أي القصيم بلد؟ اي بلد ايوه. ايش؟ اي بلد. والبلد وش هي؟ يعني مدينه. اي محافظه قريه يعتبر عليها بلد. اي جزء في الدوله يعتبر طيب. بلد. خلاص خلاص. ماشي هذه. جده البلد وش هي؟ يا اخي اسمع جده البلد وش هي؟ صح اسمع. انت تشوف القطب الجنوبي وهو يشوف الصحراء الكبرى، واحد منكم صح. لا هل انتم راضيين انه اللي غلط يمشي والثاني يكمل؟ ايوه انت تقول ايش؟ ما ابغاك تمشي انا. يا ابني هو الجواب صح القطب الجنوبي. لا انت واثق؟ ايوه يا اخي صدق. يا اخي قلتها قبل تطلع. خلاص موافقين. موافقين. اي انا هذا حمشي، بس انا ما ابغى يمشي عادي. لا موافقين كلنا الصحراء الكبرى. خلاص يعني ما طيب يلا دليل إجابة القطب الجنوبي صحراء تعتبر. اطعن في الاعداد. انا اطعن في الاعداد. انا اطعن في الاعداد. أبحث ولو طلعتها نكمل. أبحث. إيش مكتوب؟ إيش مكتوب؟ ايش مكتوب؟ قلها انطق. اكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى القطب الجنوبي. اذا كانت حاره. ايوه. اسمع يلا الله يستر عليك يلا نكمل. 6 سنوات فوازير ها؟ 6 سنوات فوازير. الله يا ابو عمر، تعرف ايش الشعور الحلو؟ كل سنه وانا اشارك معاك ومسوي في امها. انا الفاهم الخبره. يلا بلعب. يعني ها. ايش تكذب علي انت؟ وشو؟ جاوبت 11 سؤال صح انا. اما الله يعطيك العافيه يلا برا. راح نخليه بس ما يجاوب معاك. اي حلو يلا. بتفرج على ما طلعت السؤال ال 13 انا ما اعرف. حلو. طيب يلا شوف ها، وانا احط لك القطب الجنوبي عشان تحس انه اي فعلا الحمد لله. السؤال 14 يا دربحه، ما الذي قد يتسبب في اهتزاز السياره عند الفرمله؟ ممتازه. تاكل تيل الفرامل، انحناء الديسك اللي هو البريك روتر، وجود هواء في نظام الفرامل، ام جميع ما سبق؟ طيب ما الذي قد يسبب في اهتزاز السياره عند الفرمله؟ تآكل التيل الفرامل، انحناء الديسك، وهذا انحناء الديسك هذا في الظهر. الديسك هذا اللي سمعت به. وجود هواء في نظام الفرامل. اجل وش بيحطون؟ بنزين في الفرامل. اول شيء احب اشكرك على الاستضافه الجميله. هي كلها غلط يقول جميع ما سبق. واعتذر على تاخير 10 دقائق، والجواب هو رقم 1. تاكل تيل الفرامل. نعم صحيح. ليش؟ تآكل عشان في التيل كلمة صراحه فرامل أو شوف فرامل. التيل انا ماني عارفه. انا زيك ما انا عارف أيوة. الصراحه. انا حتى لكن اتوقع تآكل التيل اللي هو الاقمشه الاقمشه حقت الفرامل، اذا تآكلت ومسكت فرامل تسبب اهتزازات وتسبب اصوات. فيسبب انحناء الديسك. نعم. لا انحناء الديسك هذا في الظهر زي ما قلت لك. وجود هواء في نظام الفرامل، كل الفرامل فيها وجود هواء. الفرامل كلها هواء، ما تشوف الشاحنات هذه التنسيم الهواء. عرفت؟ شوف انا راح اعطيك اخر شيء، اقرا السؤال بس. ما الذي قد يسبب في اهتزاز السياره عند الفرمله؟ يا اخي الديسك هذا ما قد سمعت فيه. اما الديسك ما تعرفه. وش هو؟ دائما يقولون الديسك في السياره. ما ادري اسمعها انا دائما بس ما ادري والله. انت خبره سياره ودبابات. طيب اول شيء اشكرك على الاستضافه، وثاني والله لا هفك بالايباد. الجواب هو انحناء الديسك. تذكرت حاجه. إيش؟ احيانا الاقمشه يسمونها الديسك بالانجلش. احيانا اي أحياناً، على حسب. على حسب الاكسنت. اذا انت الماني سيارتك الماني، اذا سيارتك على حسب الاكسنت الدوله. اي. وش النطق حقها الصحيح؟ طيب. هل هو الديسك؟ خلاص ولا- انت ايش تثبت عليه؟ جميع ما سبق. انت ليش تقعد تربكني؟ لا ما ارمقك، انت ابغاك تثبت عشان انا اسال ابو عمر ايش في باله، بس لازم تثبت عشان ما يعني تغير جوابك بعد ما يتكلم. تاكل تير الفرامل. يا اخي هو يطلع صوت بس والله ما تهتز صراحه. واهتزاز
احس الفورمولا اي شيء تفرمل على طول راح تهز. يا اخي الفرامل عباره عن هواء يا طب فيها زيت وهواء. يا ابن الحلال هيا. طيب نطلع فاصل ونرجع لك. باقي طول. طيب حذف اجابتين ولا الاي اي؟ في ملطامين هنا والله العظيم انه عنده مصعب. شوفها هناك الاي اي تقول لي انت ما عاد فيه والله انه موجود. خلاص واحد هو خرب، هو واحده ولازم تبدل اللابتوب. معك 5 ثواني تختار، تكفى طولنا. اهتزاز السيارة ما تهتز اذا الاقمشه انمسحت، اللي هو الفحمات اذا صح يا شباب، اذا الفحمات انمسحت يطلع صوت بس ما تهتز. هزه ارضيه ما قصرت. انحناء الديسك هذا في الظهر ما هو في السياره. وجود هواء في طيب ممكن ظهر السياره. يا اخي خذها. لا انا بس جالس. لا انا اشرح له بس. والله ممكن انحناء اخر السياره فيسمونه ظهر السياره يسمونه ديسك. انا واثق وان شاء الله انه يعني اكون مرضي والديني، وان شاء الله تلحقني دعوه في هذه الساعه المباركه. وانحناء الديسك يا اخي كلها مشاكل ارحمني. وجود هواء في نظام الفرامل ما هي مشكله، كلها هواء فيها. يا جماعه ترى يمكن له 18 دقيقه بس هي مقصوصه شويه يا اخواني. يا اخي ما تعرف ايش هواء جوا نظام الفرامل. يا اخي الشارع يعني تضغط هواء فيه هواء ما فيها ما يمشي معك. طيب ما مسك فيه هواء. تهتز السياره اي يا شيخ. ما في احد يمسك الا اذا كان الهوب مطعوج ولا في حذفيه في الشاس. اعطيني الاجابه الصحيحه ويعطيني 10,000 بس ريال من اللي زادوا. تدري ايش ذكرني بايش؟ في الغالو الرخيص اخر واحد جالس يحكي قصه 55 نفس السالفه. طيب وش هو؟ اعطي اجابه صحيحه بس يعطيني 10,000. يلا جميع ما سبق حلو. يعني تضامنا مع صديقي ابو عمر، ونقول ان شاء الله. وصراحه انا متوتر مره. جميع ما سبق مع اني الثقه فيها 0. يا رب غلط. يا اخي تعرف هذا السؤال ذكرني باسئله المدرسه. اذا في جميع ما سبق اوه ماي جاد اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب ارضى الوالدين. اللهم لك الحمد. شكرا يا عليك السؤال 10,000 الاخير. عليك 10,000. السؤال انا الأخير. جاوبت. طيب عليك انت محروم من الجواب. النكران هذا. نظام السؤال الاخير. اذا ربح ترى ممكن تجيب 1,000,000 ريال وممكن لا. انت الان عند 500,000، ابو عمر عند 125. يلا ليك. لا شوف الفرق. انت من اول موقف هناك. السؤال هو: ما هي الشركه التي تعاونت مع نينتندو لتطوير معالج جهاز نينتندو سويتش؟ حلو ممتاز. هل هو انتل؟ هل هو AMD؟ تسكت ما تقول كلمه. ما يشوفني يا شيخ. ما تقول كلمه. هل هو انفيديا ام كوالكوم؟ ما هي الشركه التي تعاونت مع نينتندو لتطوير معالج جهاز؟ والله لو نينتندو تطولها سويتش. زي السؤال اللي قبل. لا ما ايه اسمع، عندك مؤقت 60 ثانيه. طيب AMD. عد AMD على طول. نعم، لانه انتل على حط 60 الويندوز انتل حلو، وAMD كذلك على الويندوز، وانفيديا على الويندوز، وهذاك اسم نادي مدري ايش. اتوقع AMD لانه AMD لها في كروت الشاشه ولها في المعالجات، يعني هو 2 في 1. فاتوقع نينتندو سويتش صغير ما يمدي يركبون كرت شاشه ولا يمدي يركبون معالج. كرت شاشه كبير عنده مراوح ومبردات مائيه وخذ لك صقه ورجع. فAMD طيب يشمل المعالج ويشمل كرت الشاشه. AMD اثبت ان شاء الله صحيح. في حد في اجابتين شيء؟ ما في حبيبي والله. يا رب غلط. قل والله. ادري. اجابه انفيديا. وشو؟ انفيديا. ما تقدر تركب الكرت الشاشه فيه مراوح. المشكله جبتها يعني كان عندك على وشك، بس سبحان الله يا اخي تيس الحمد لله. كم طلعت؟ يا حبيبي خسرت في الاخير خلاص 0. لا يعني بابا انا كم ربحت؟ 500,000. نقص منها 125 حقتي. 500,000 اذا جبتم من المقطع هذا 500,000 مشترك راح اعطيكم، بس عندكم 3 ايام. لا انت علي بابا. خلاص عندكم 10 ايام. يلا والله 10 ايام يلا. يا جماعه الخير تكفى. اعزائي المشاهدين، انا وراي سياره اشتريها العاد. صح انت ورطت نفسك وربي. جد والله. انت معاي في سيارتي. عشان كذا نطلعها من المقطع قل شيء. يا جماعه الخير اكسبوا صدقه، ساعدونا يكون نقط حنا حلو وانتم معانا في الاشتراكات. يعني لو تشتركون حلو بتساعدني انا وبتساعد ابو عمر انه مع السلامة. نشتري عادل سياره. السياره هذه بتسعده
بتوديه المقر، بيصور لكم مقاطع، بيضبطكم بمقاطع، حتى هو بتسعدونه، من اسعد مسلما الله يسعده. فاسعدوه، ليش لا؟ وش تنتظر؟